السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، موعد وتوقيت مباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم بقطر 2022، والقنوات الناقلة لمباراة يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب كرواتيا ضمن المباراة الختامية في مشوار المنتخبين، وفي إطار تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022. خرج المنتخب المغربي من منافسات البطولة عقب الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0، والتي كانت أمس الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري على ملعب استاد البيت. وعاش أسود الأطلس حلما جميلا في المونديال بعد تحقيق الإنجاز التاريخي، أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ للدور نصف نهائي من نهائيات كأس العالم، بينما أقصت الأرجنتين منتخب كرواتيا في نصف نهائي المسابقة لتصعد للمباراة النهائية لمواجهة فرنسا التي حققت الفوز بالأمس على حساب المغرب. التقى منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا في دور المجموعات نظرا لتواجدهما في نفس المجموعة التي ضمت بلجيكا وكندا وكرواتيا والمغرب، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث تتجدد المواجهة من جديد في نفس النسخة في صراع على تحديد المركز الثالث من البطولة. موعد مباراة المغرب وكرواتيا السبت 17 دجنبر 2022، بينما يستضيف استاد خليفة الدولي في مدينة الريان أبوابه لاستقبال المواجهة القوية التي تجمع منتخب المغربي ضد منتخب كرواتيا في إطار تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022. وتستعد الجماهير العربية والمغربية لمؤازرة المنتخب المغربي بعد الأداء المشرف والبطولي الذي قدمه في المونديال وحصوله على لقب الحصان الأسود للبطولة، بينما تنطلق صافرة المباراة على الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والخامسة مساء بتوقيت مصر، والسادسة مساء بتوقيت السعودية. كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. سلام الله عليكم.